اكتر حاجه مميزه في رمضان هو الجو بتاع رمضان. الجو بتاع رمضان ده بقى انت اللي محتاج تعمله، يعني محتاج تشوف القعده المناسبه اللي انت هتقعد فيها تبقى بتقرا فيها قرآن، او المكان اللي هتبقوا بتفطروا فيه او بتتجمعوا فيه. الديكور عموما هو اكتر حاجه بيخلي رمضان ليه جو مميز جدا. واحنا معانا هنا 3 فوانيس، وفي فوانيس تانية اشكالها ظريفه جدا. معانا حامل المصحف وشكل هلال ظريف جدا جدا. الحاجات ديت لو انت ضفتها على البيت عندك هيدي لك تاتش جميل جدا. بكل بساطه هيدي لك جو حلو قوي، وبتدفع فلوس قليله جدا جدا عشان تاخد الشكل ده. هيميز شكل البيت عندك، هيخلي عندك جو جميل جدا، وفي نفس الوقت انت هتبقى مبسوط. وعايز اقول لك بقى ان انت عشان تعمل الحاجات دي بايدك ده موضوع تاني، خاصه بقى لو هتعمل فيها تقنيه زي تقنيه الراستي باتينا اللي معموله في الفانوس دوت. طبعا حاجه شكلها قايم جدا وشكلها جميل قوي. بنستخدمها كمبخره، يعني البخور بيتحط هنا وبعد كده يتقفل عليها العلبه ديت. شكلها جميل جدا 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 جدا. لو اديتها هديه لاي حد او انت استخدمتها هتبقى سعيد جدا جدا. عشان تعمل بقى حاجه زي كده، او عشان تعمل اي شكل من اشكال الديكوباج اللي هي اشكال كتيره جدا جدا، انا هساعدك واعمل لك فيديوهات تعليميه سريعه جدا توفر عليك اي مجهود، وفي نفس الوقت تخليك تطلع اشكال حلوه قوي. مش بس الراستي باتينا، لا ده انت ممكن تطلع شابي شيك، وتقدر تطلع كراكيه، وتقدر تعمل تعتيق، حاجات كتير قوي كلها بسيطه جدا جدا جدا. كل الاخشاب اللي انت شايفها دي واكتر هتلاقيها موجوده في قسم الاخشاب على الويب سايت بتاعنا اللي انت هتلاقيه متثبت في اول الصفحه عندنا فوق.